هناك مثل آشوري قديم يقول: إن لها ودسقة نرى لمسة وقد طوال إلانا. لولا العصا الفأس ما قدر يقطع الشجرة، لكن العصا من الشجرة. هناك حكمة عميقة في هذا المثل، وتذكرني بالعراق اليوم. الشعب هو الشجرة، الفأس هو السلطات المستأجرة المستوردة، لكن المقبض من أولاد الشجرة نفسها. كم هو موجع بأن يقطع الجذر بيد كانت منه، بأن يسلم البلد بأجندات غريبة تشتري النفوس وتزرع فيها الفؤوس ويقطع بها الوطن. ما أصعب أن يتحول ابن الأرض لأداة بيد الغريب. تذكر، العراق لا يكسر من الخارج، بل يضعف من الداخل.